رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. مع اقتراب الشهر الكريم بيتنافس كل الممثلين وصناع العمل على تقديم أفضل الأعمال الدرامية لعرضها على الجمهور خلال الشهر. هنتكلم في الفيديو ده عن أقوى الأعمال المنتظرة اللي بيستناها الجمهور في رمضان 2023، وهو مسلسل العمدة اللي هيجسده النجم محمد رمضان بشخصية جعفر العمدة اللي متزوج من 4 فتيات في حي السيدة زينب. بيفكرنا طبعا بالنجم نور الشريف في مسلسل عائلة الحاج متولي اللي تم عرضه سنة 2001. سيظهر جعفر عمدة خلال أحداث العمل متزوج ب4 زوجات، منهم الفنانة مي كساب كالزوجة الأولى بدور سوريا، وإيمان العاصي بدور دلال، وكمان منة فضالي بدور نرجس، وكمان هيظهر كمان معاهم الزوجة الرابعة الفنانة زينة هتظهر بدور عايدة. وبالرغم من غنى جعفر العمدة امتلاكه أكبر شركة مقاولات في القاهرة، إلا إنه بيعيش حالة من الحزن والألم بعد اختطاف ابنه من قبل مجهولين، واضطرار الكذب على أهل بيته بموت ابنه من 20 سنة وذهابه القبر فارغ كل عام. من تأليف وإخراج المخرج محمد سامي. الراجل دايما بيشتغل مع النجوم الكبار زي نجم أحمد السقا ونجم محمد رمضان، بس المرة دي مع فكرة التخلي عن زوجته مي عمر. ويعتبر كمان ده يعتبر التعاون رقم 4 مع محمد رمضان، زي ما تعاون معاه في مسلسل الأسطورة سنة 2016، وكمان البريس سنة 2020، وفيلم هجاوب اعتقال سنة 2017. كمان المخرج محمد سامي هيواجه تحدي كبير جدا انه لازم يدي مساحة لكل شخصية من زوجات جعفر العمدة مساحتها داخل العمل. سمعت المكالمة وطنشت. خدتك سابوك ومشوا مشاكلك وحش يا فاروق. الله ينيلك يا شيخ. حاجة اتعلمتها من شباب الحاج شيء. لما اقول ابقى قد القول، ولما اعمل اكون قد رد الفعل. فلوسي توصل